السلام عليكم أصدقائي. اليوم رح نعمل محشي صحي لمريض السكري وللدايت. عندي كوب رز زائد كوب برغل خشن. رح أنقع الرز وأرجع لكم. أصدقائي هلأ رح نحضر التبلة. عندي كوب الرز اللي نقعته رح أحطه، وعندي كمان كوب البرغل. هي الخلطة اللي معه سكري واللي بيحبوا يعملوا دايت. حطيت بوعاء أكبر، حطيت الرز، حطيت البرغل. عندي حبة طماطم كبيرة قشرتها. عندي توم 5 سنايات. بالنسبة للتوابل عندي معلقة صغيرة دبس الطماطم، ربع معلقة 7 بهارات، القرفة ضروري للسكري، ربع معلقة قرنفل كمان للسكري هامة. عندي تقريبا حوالي أكثر من نص معلقة فلفل. عندي معلقة صغيرة نعناع مجفف. عندي معلقة ونص صغيرة ملح. طبعا الملح حسب الرغبة. عندي هالكمية هي من اللحمة. طبعا اللحمة بالنسبة للحمة حسب الرغبة. عندي معلقة ونص زيت زيتون، معلقتين. وهلأ راح أخلط التبلة. طبعا حطيت ورق الملفوف بأرضية الطنجرة. أهل مصر أصدقائنا بيقولوا له الكرنب. تحية للأصدقاء المتابعين من مصر، وخصنص الصديق مروان. هلأ بدنا نحشي الباذنجاناي. طبعا باذنجاناي محشية نصها أو أكتر من نصها، اللي بيحبها مرزز بشوي يعني هيك. ورح نسكر بندورة بتعطيها كتير نكهة طيبة. رح نحطها بالطنجرة كمان. نحشيها أكتر من نصها، تقريبا نصها، اللي بيحبها مرززة أكتر من نصها. فينا كمان هيك نوزع من هالحركة هي، نوزع منسدها بندورة أو باليبرق. أصدقائي أنا حشيت الباذنجان، وهلأ بدنا نعمل المرقة تبعت المحشي. عندي 3 معالق معجون الطماطم، وعندي 3 معالق صغيرة ملح، عندي معلقة صغيرة نعناع مجفف. هلأ بدي أحط المي وأحرق. وهلأ بدي أحط المرقة. وهلأ بدي أكبسه. عندي هذا الصحن، وعندي الطرميس هي للشب العزابي المبدع. شغل غاز، وهيك المحشي عندي استوى. السلام عليكم.